بداية تشكل شخصية الطفل حدث فاصل في حياتي وحياته، نظرا لما تحمله هذه الفترة من حساسية. فأي أمر مهما كان إيجابيا أو سلبيا قد يؤثر في تكوين هذه الشخصية، شخصية ابني أو ابنتي، ويتواصل معها إلى باقي المراحل العمرية. وهنا نتساءل دائما عن الأشكال الصحيحة للتعامل مع الطفل في هذه المرحلة. رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة الدكتورة ريم صابوني، الاستشارية النفسية والتربوية. مساء الخير دكتورة. الفترة الأولى لتكوين شخصية الطفل قد تكون مربكة لبعض الأمهات أو الآباء، فكيف تكون أشكال التعامل معها بحيث يكون هناك تماشيا مع المبادئ التي لا بد أن ترسخ في شخصية طفلي، وعدم الضغط عليه أيضا من ناحية أخرى بطريقة يعني لا تجعله ينفر من هذه الأمور التي أود أن أرسخها بداخله؟ نعم، يسعد لي وقتك عزيزتي جميع المستمعين. خلينا بالبداية نقول أنه بالأساس شخصية طفلي متى تتكون أو متى أقول بأنها تكونت. نعم. الحقيقة أنه عكس الشائع تماما، أنه البعض يعتقد بأن شخصية الطفل تكتمل مثلا عن سن المراهقة أو سن البلوغ مثلا. الحقيقة لا، الدراسات دائما تشير إلى أن 80% من شخصية أطفالنا بتتشكل عن سن الخامسة، يعني وهو يعني 5 سنوات. طفولة 5 سنوات هي في مرحلة الطفولة، ما يسمى بمرحلة الطفولة المبكرة. يعني فينا نقول إنه لغاية 6 سنين أنا شخصية طفلي تقريبا 80% منها تشكل. وهذا المرحلة الحساسة يلي أغلب الآباء والأمهات ممكن يعني يتجاهلوا إنه هي فترة ضرورية أصلا لتشكيل شخصية طفلي، أو إنه لسه هو غير مدرك، هو غير واعي، يعني لسه يا دوب يمكن هو يحتاج إلى الرعاية فقط. على العكس تماما، الحقيقة الدراسات تقول بأن الطفل يمتص الشخصية من خلال عدة عوامل، من خلال البيئة اللي حواليه، الأسلوب الوالدي للتعامل مع هذا الطفل، وفرق أيضا الجو الأسري الذي يحيط بالطفل. يعني احنا هون إذا بدنا نحكي عن بشكل عام عن البيئة، سواء كانت هذه البيئة بيئة مادية أو بيئة معنوية. طيب خلينا نفصل أكثر شو يعني بيئة مادية وشو يعني بيئة معنوية. عندما محيط الطفل، طبعا أنا ما عم بحكي عن مستوى اجتماعي معين، أيا كان هذا الطفل في أي بيئة كانت، الذي يختلف في شخصيته هو الثراء البيئي الذي يحيط بهذا الطفل، والجو الأسري الحاضن الذي يشمل على الاحتواء والاهتمام ويمنح هذا الطفل الإحساس بالانتماء. كل هذه عوامل بتساعد حتى تكتمل شخصية طفلي ويكون قادر على ظهور ما يسمى بالدافعية الذاتية نحو التطور والنمو والتعلم. كل ما كان هنالك، يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نضرب أمثلة حتى تكون الفكرة واضحة أكثر. جو أسري يسوده الحب، الرعاية، اللطف، الاهتمام. هنالك مساحة من الحرية تسمح لهذا الطفل أن يمارس فطرته الطبيعية الدافعية نحو الاستقلالية، أن يختبر حدوده الشخصية، أن يختبر إمكانياته، أن يستطلع وأن يستكشف هذا العالم. جميل جدا. يعني بشكل مختصر هنا نتحدث عن المحيط الاجتماعي والجانب العاطفي الذي يأخذه الطفل من الأم أو الأب. طيب الآن نحن في عصر التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، كيف أستطيع مواكبة الركب بينما تربيت عليه أنا في الماضي وما سيتربى عليه طفلي في عصر التكنولوجيا الحالي دكتورة؟ طيب جميل جدا أنك أثرتي هذه النقطة، لأنه للأسف يعني إذا نحن ننظر لعصرنا الحالي، ماذا يقضي الأطفال وقتهم؟ بماذا يقضون وقتهم في المراحل المبكرة؟ أغلبهم عم يقضوا قدام الشاشة، قدام الشاشات. يعني نحن ظانين أنه هو يعني عم نشوف أن الطفل والله عم يتعلم كلمات جديدة من خلال الشاشة. ماشي، ممكن تتطور مهاراته لا شك، لكن هذا حتما سيمنعه من أنه يمارس حدوده ويمارس إمكانياته في البيئة الطبيعية. في هذا العصر الحالي يعني يمكن نحن يعني نعتقد إنه والله عشان أنا واكب العصر فأنا لازم مثلا أجيب لابني أفضل الأجهزة اللي هي مثلا عربة الطفل، مثلا إني أخليه مثلا دائما يقعد على الهاي تشير، أستخدم أساليب وأجهزة حديثة. الحقيقة يعني نحن كل ما عدنا إلى الماضي يمكن بأدواته البسيطة اللي بتسمح للطفل بالتفاعل مع البيئة، يمكن كان أفضل إمكانياته ومهاراته.
مش بالضرورة المواكبة العصر والحداثة هي في صالح الطفل بالمناسبة، لأنه هون نحن عم نحكي أصلا عن بزنس قائم بذاته بيشتغل على عالم الأطفال. فأنا لازم يكون عندي وعي، أعرف إنه هي الأداة أو هذا الأسلوب في التربية، أو حتى مثلا إني أنا أجيب ناني لابني كرمال. والله نحن بعصر أنا مثلا أم عاملة، مع احترامنا للأمهات العاملات وغير العاملات، نحن لا نتحدث هنا عن وضع اجتماعي معين يجب أن تلتزم به الأم يعني. لكن حتى يعني كبرستيج مثلا والله نجيب الناني أو تساعدني، على العكس تماما. يعني هذا قد يكون على حساب كيفية صقل شخصية الطفل. بالضبط تماما. يعني كل ما كان هنالك أصلا اعتمادية لهذا الطفل على المربي أو على المقدم الرعاية، كل ما كان نمو مهاراته متأخرة أكثر. أو حتى بإمكان الأم أو الأب إنهم يكونوا موجودين حتى مع المربية. يعني دائما المهم إنه مراقبة الطفل، ودائما السهر على إنه يكون يعني متربي على المبادئ وكافة الأخلاق الطيبة، علشان تكون عملية صقل الشخصية لدى الطفل مكتملة. شكرا جزيلا لك دكتورة ريم صابوني، الاستشارية النفسية والتربوية، ويعطيك ألف عافية. جمال